السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من فرنسي في المغرب. منتخبنا بيودع بطولة كأس الأمم الأفريقية في المركز الرابع بعد خسارة المباراة النهاردة من نيجيريا بركلات الجزاء الترجيحية. خليني أتكلم على كذا نقطة. طبعا النهاردة الماتش كان بيتلعب في نيجيريا. هتقول لي ازاي كان بيتلعب في نيجيريا والبطولة كلها في المغرب؟ هقول لك بس الماتش ده بالذات بقى خدوه عشان يتلعب بره، يتلعب نيجيريا على أرضها. وده نتيجة إن الجمهور كله في الملعب 38 ألف متفرج، الاستاد مليان، كان بيشجع المنتخب النيجيري. طيب ده ليه؟ ليه النهاردة العداء؟ وليه النهاردة إن الجمهور كله في الملعب بيشجع منتخب نيجيريا؟ ده نتيجة تصريحات حسام حسن. مش غريب عليكم التصريحات اللي هو قالها، وقال إن الفندق، الكلام ده من قبل ماتش السنغال وبعد مباراة السنغال، قال ان الفندق ده كأنك قاعد في بنسيون. بعد ما اتنقلنا لمباراة السنغال، وقال لك ان البلد كلها ناموس، وان التنظيم مش احسن حاجة، وان وسائل المواصلات مش عارف ايه، وان احنا اتنقلنا من بلد لبلد في وقت قليل. وده طبعا دجل، لان انت في طبيعي بتبقى محطوط الماتشات كلها. لو انت صعدت من قبل البطوله، لو انت صعدت فانا هكمل على ارضي زي ما كان معمول، ان انت هتكمل، هتصعد دور الثمانيه، هتلعب على ارضك. نفس الكلام، انت في فرقه زي نيجيريا اتنقلت مرتين لملعبين مختلفين غير الملعب الاساسي اللي هم ابتدوا عليه دور المجموعات. طب انت فين مشكلتك؟ وانت اللي سافرت متاخر، ليه ما سافرتش بدري؟ يعني ليه بعد مباراه بنين ما خلصت رحت انت واخد طيارتك الجميله ومسافر؟ انت اللي سافرت في اخر لحظه. فكل ده بسبب تصريحات حسام حسن، تصريحات غير مسؤوله، تصريحات عملت عداء جامد جدا. رغم ان احنا لما كنا في طنجة كنا الجمهور كله كان بيساندنا، كان بيفتحوا الاستاد بعد بدايه الماتش بشويه، لقوا الاستاد فاضي، فبيروح جاي ايه، مودي لك فاتح لك الاستاد للجماهير كلها ان هي تدخل. كانت في مسانده كبيره قوي في بدايه البطوله قبل ما حسام حسن يطلع ويهل علينا بتصريحاته الغير مبرره والغير مفهومه. طيب خليني كده اخدك بقى في رحله للماضي 25 سنه لورا. 25 سنه لورا ده هفكر لك كده، هقارن لك كده اللي حسام حسن عمله ب... باللي حصل في البطوله دي، بطوله الارجنتين، كاس العالم للشباب اللي قدرنا نفوز بيها بالبرونزيه. كان فرقه كبيره جدا الفرقه بتاعتنا، بس كان فيها لعيب ذكي قوي اسمه محمد اليماني. الراجل ده عمل ايه؟ الراجل ده البطوله بتلعب في الارجنتين، واحنا مصر بالنسبه ابعد ما يكون، فاصلا مش عارفين مصر دي بتقع فين في الخريطه. راح الراجل عامل لك حركه حلوه قوي وشيك. اولا احنا ابتدينا البطوله دي اسوأ ما يكون. ابتدينا تعادلنا مع جامايكا، خسرنا من الارجنتين 7. فاهم؟ انت من ماتشين داخل فيك 7 تجوان وبطوله في الضياع. دي البطوله اللي خدنا فيها البرونزيه على فكره. الراجل ده عمل ايه؟ كان لابس تيشيرت، كان دايما كده في احتفالاته اول لما يجيب جون يروح قلع التيشيرت عليه علم مصر وعلم الارجنتين هنا. خلى بتعاطف كده، خلى الجمهور الارجنتيني بقى بيشجعك في كل الماتشات. وده اللي خلاك توصل لقبل النهائي وتاخد برونزيه بعد ما خسرت من غانا 2-0 في قبل النهائي. اقارن لك ده باللي عمله حسام حسن. ما ينفعش ان انت البلد المستضيفه البطوله تخسر التعاطف بتاعها، تبقى غبي. صدرت ضغط ليك وضغط لفريقك بلا هدف. انت الفرقه مستضيفه البطوله دي، انا بحاول اكسب تعاطفها باي حاجه. دي البطوله بتتلعب على ارضها، جماهير تقدر ترازيك وتقدر، وبدل ما ترازيني طب ما ليه ما تشجعني؟
ده اللي احنا كنا بنعمله في 2006 و2010 و2008. هو ده كنا بنروح في غانا ولا بنروح في انجولا وبتاع المعسكر بتاع المنتخب، اللعيبه واخده معاها تيشيرتات، تقعد توزع التيشيرتات على المدينه اللي انت بتلعب فيها، وتكسب التعاطف بتاع المكان نفسه وتعاطف الجماهير. لكن اللي انت عملته ده يعني ملوش غير معنى واحد، انك غير مسؤول وغير متزن بالمره. ان انت تخسر جمهور زي ده النهارده بيصفر عليك من بدايه الماتش، الكرة بتوصل لك بيزوموا عليك وبيشتموك. لك ان تتخيل ان اللي ضيع ضربتين الجزاء هما الاثنين لعيبه المحترفين عندنا. الربع ده مش هنجيبه لان حسام قال لك احنا عندنا محترفين وربع، الاثنين محترفين اللي ضيعوا الربع كان خرج. فانت اللي ضيع النهارده الاثنين محترفين، ترجع تقول اصل انا ما عنديش لعيبه محترفه. طب وانت كان عندك لعيبه محترفه في 2006 و8 و10 يتعدوا على الصوابع، وكلها مش من الدوريات الكبرى بالمناسبه. يعني كان عندك احمد حسن في بشكتاش، عبد الظاهر السقا ما اعرفش في كاظم باشا ولا مش عارف كان بيلعب فين برضه في تركيا، نوادي كده كلها تحت السلم. دي اللعيبه اللي كانت عندك محترفه. ميدو هو اللي في 2006 هو اللي كان محترف ساعتها في توتنهام، وبرضه ما كانش في الليفل بتاع صلاح وبتاع مرموش. لكن طول عمرنا احنا بنعتمد على الدوري المحلي. انت اللي عندك كارثه دلوقتي في الدوري المحلي بتاعك. انت كنت دوري من الدوريات، يعني مش من الدوريات، انت كنت رقم واحد في الوطن العربي الدوري بتاعك. وده ليه؟ لان كان عندنا جمهور وكان عندنا روح وكان عندنا كوره. لكن تعالى بقى نتكلم دلوقتي، مفيش جمهور موجود، اخراج وتحكيم رجعت خالص، بقت السعوديه طارت من حواليك، الامارات، مغرب، كل ده وانت برجع لورا. انا لسه بتكلم لغايه النهارده، والله الماتشات، في ماتشات بتبقى اس دي مش اتش دي، اصل الكاميرات الاتش دي مش هينفع ننقلها من استاد لاستاد او هتاخد وقت. لا يا راجل احنا بعيد. فهي دي، احنا طول عمرنا عندنا لعيبه محليه، احنا خدنا 3 بطولات ورا بعض بلعيبه محليه كلها. اللي بيقول لك اصل احنا الدوري بتاعنا اصل ما عندناش لعيبه محترفه، لا كان عندنا لعيبه محليه بس رجاله. كان عندنا في نص الملعب شوقي على حسني عبد ربه وعلى احمد حسن ياكلوا الزلط، حضري ورا على ابراهيم سعيد على فتح الله على وائل جمعه على هاني سعيد، بقول ما حدش بيعدي في الوقت اللي كانت الفرق اللي قدامك دي عندها عتاوله. ايتو على دروجبا، فرقه كان قدام عندك بص حدث ولا حرج. عماد متعب على زيدان على ميدو شويه في 2006 على عمرو زكي، عندك فرقه رجاله ما كانوش محترفين بس كانوا رجاله. لكن انت دلوقتي عندك اللعيبه المحترفه بقى بتعمل ايه؟ تعال اتفرج على صلاح بيتمشى في الجنينه، يعني فما بيعملش، الراجل مش قادر يعمل مجهود. هو ده الفرق. احنا الفكره مش ان احنا عايزين لعيبه محترفه، احنا عايزين لعيبه رجاله. هو ده اللي احنا افتقدناه. حسام كان المفروض في الماتش زي ده بتاع النهارده ده يبقى تجهيز لكاس العالم، اولى المباريات بقى انت بتشوف اللعيبه بتاعتك انا واقف فين. سيبك بقى من العواجيز اللي موجوده دي مش هتسعفك. كان لازم تلعب، تنزل شحاته، تبتدي بمحمود صابر، تدي لابراهيم عادل، العيال اللي سنها صغير تقدر ان هي بعد كده تجيب معاك. شوبير كان قرار صح وعمل مباراه ولا اروع النهارده، وكان المفروض ياخد من بدايه البطوله سواء هو او الشناوي. واركن بقى مصالحك الشخصيه على جنب، يعني انت ما خدش عمر جابر واخد احمد عيد، اللي هو انت لما هاني اتصاب انت خفت تنزله. طب انا واخده ليه طالما انا خايف انزله؟ طالما هو مش قد الحدث. على الاقل عمر جابر دفاعيا راجل كويس جدا، يعني هيبقى بديل هاني، بديل ممتاز اخده معايا. ده على سبيل المثال، يعني انا مش بتكلم في عمر جابر كعمر جابر نفسه. شناوي خدته احمد بيراميدز، خدته بعد 200 سنه وهو بيقدم مستويات احسن بكتير من محمد الشناوي. فمش فاهمك واحد زي الونش ما يبقاش موجود ازاي يعني؟ يعني مش عارف. يعني اختيارات من البدايه، خد لعيبه سنها ياسين مرعي مش موجود ازاي؟
يعني ده سنه صغير بقى، ده لسه طالع وواد زي الورد، خده يكتسب الخبرات ويلعب معاك. لكن انت واخد لي، مع احترامي، لعيب كويس ولعيب مجتهد وكل حاجه، خالد صبحي راجل في الثلاثينات، يعني انت لسه بيلعب ماتش اول ليه مع المنتخب في الثلاثينات، فانت كفايه عواجيز. يعني انا الاحسن ان انا كنت خدت لعيب بقى وانا شايف ان هو اعلى بكتير، يعني مرعي اعلى بكتير منه وسنه اصغر. يعني لو هم في نفس المستوى انا اخد اللعيب اللي سنه اصغر. لكن كاختيارات من البدايه مش مبنيه على حاجه، يعني مش مبنيه على سيستم. كان لازم واحد زي اكرم توفيق، ده راجل جوكر بيلعب في اي حته، مزنوق في باك رايت انزل يا اكرم حاضر، مزنوق في باك ليفت انزل يا اكرم حاضر، في نص الملعب تمام، لو لعب مساك مش هيقول لا. راجل جوكر يلعب معاه في اي حته، واحد زي ده كان لازم يبقى موجود معايا. البطوله انتهت وخلصت بكوارثها بمصايبها. هيبقى عندنا كاس العالم. وجهه نظري الشخصيه التي لا قيمه لها على الاطلاق، على راي كابتن مدحت شلبي، ان حسام ما ينفعش، مش ده الراجل اللي مهيئ الفرقه نفسيا زي ما احنا عايزين. ده راجل كان بيصدر مشاكل لفرقته اكتر من المشاكل اللي بتصدر لنا من بره، يعني كان بيخلق مشاكل. ففي وجهه نظري لا يصلح. عقده بقى مكتوب فيه ان هو لو وصل للنهائي يكمل، يا راجل ده يقطع علاقات دول ببعض ده. فشايف ان انت ده ليه شرط جزائي ياخده مشكور، ومع الف سلامه نجيب واحد يفهم، عامل مشروع، ويقدر ان احنا نقدم كوره حلوه في كاس العالم، ما نروحش ندافع ونروح نتهزق ونمشي. اشوفكم على الف خير في مباريات قادمه تانية. سلام عليكم.